طيب لو احنا بصينا برضو هنا في المسألة دي اللي هي كانت في الثانوية العامة 22، السين دي المفروض تبقى صاد، ميو ناقص ميو على سيجما تطلع بصفر، ودي ميو زائد 2 سيجما ناقص ميو على سيجما هتطلع باتنين، يعني هتبقى الصفر والاتنين بس، صفر واتنين، ودي مساحة محصورة. خلي بالك هتضغط على كيو هتروح برضو هي خلاص انت مجهز الآلة شيفت 5 وهنضغط على كيو لكيو على الزر رقم 2، هنكتب الاتنين فقط لا غير، الاتنين بس يا ولاد، الاتنين ده اهي عشان دي بصفر وقولها يساوي بس. طلعت كام؟ 4 7 7 2. فين 4 7 اهي؟ هي دي الإجابة. طيب غيره يا مستر ونبقى كمان مسألة بالمرة. لو عندي المسألة في 23 اللي هي دي س متغير، برضو السين في النص، المفروض تبقى الصاد في النص. طيب خلي بالك بقى، الميو هتروح مع الميو والسيجما مع السيجما، بس هتفضل لك هنا كام؟ هتفضل لك هنا -1، خلي بالك. وهنا نفس الكلام، الميو هتروح والاثنين والسيجما هتروح، هتبقى لك الاثنين، يبقى -1 و2 صح؟ وخلي بالك دي مساحة محصورة، دي مساحة محصورة، يعني ايه؟ يعني هنضغط على الكيو مرتين، هنروح برضه نجيب الكيو شيفت 1 5 2 الكيو مرتين، خلي بالك جزء بالموجب وجزء بالسلبي بجمع، يبقى هنكتب 2 ونقفل القوس وبعدين زائد ونجيب الكيو مرة أخرى شيفت 1 5 2 ونكتب -1 اللي هو الأولاني، يبقى ادي -1 ونقفل القوس، يبقى انت هتضغط على الكيو مرتين وجمع، جمع ليه؟ عشان في جزء منه بالسالب وجزء بالموجب، وبس قولها يساوي كام يا عمي؟ 8 1 8. فين 8 1 8؟ 8 1 8 5 اهي 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 8 1 8 5 اللي هي دي، يبقى دي الإجابة الصح يا ولاد اهي. وكده يبقى احنا خلصنا فكرة الدرس ده نهائيا. أشكركم وأشوفكم في فيديو آخر.